السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. شهدت إحدى حلقات مسلسل البراني والذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك على قناة الشروق الجزائرية موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مشاهد ظهرت فيها ممثلة جزائرية سبق أن كانت في السجن، وهي توجه عبارات اعتبرها كثير سوقية ومؤسئة لممثلة أخرى من بلد مجاور، وذلك في سياق حديث دار حول ما يعرف بالقفطان. وقد أثار هذا المشهد استياء عدد من المتابعين والذين رأوا أن مثل هذه الطروحات قد تساهم في تأجيج التوتر وإثارة الجدل بين المسلمين، خاصة في وقت يفترض أن تقدم فيه الأعمال الدرامية محتوى أخلاقي يراعي خصوصية الشهر الفضيل وقيم المجتمع. وفي هذا السياق دعا بعض النشطاء إلى ضرورة تدخل سلطة الضبط السمعي البصري من أجل تقييم مثل هذه المضامين ووضع ضوابط واضحة تحافظ على مستوى الخطاب الإعلامي وتجنب بث محتويات مؤثرة للفتنة والاشمئزاز أو الخلاف بين الشعبين الشقيقين، لا سيما وأن هذه الأعمال تعرض داخل بيوت الجزائريين خلال شهر رمضان والذي يفترض أن تسوده قيم الاحترام والتسامح.